كلام نهائي: هل هيتم صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة ولا لأ؟ تعالوا نشوف تفاصيل الخبر مع بعض على الأسبوع. نصلي على الحبيب المصطفى. اللي مش مشترك في القناة ينورني يشترك في القناة، يفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا منكم وليس أمرا. وأتمنى الكل يضغط على اللايك. طبعا في الفترة دي بعد القرار اللي خرج لنا من كام يوم بتتزايد معدلات البحث من قبل كثير من أصحاب المعاشات وكبار السن عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بعد الزيادة الاستثنائية الجديدة اللي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مجموعة القرارات اللي أصدرها أثناء زيارته لبني سويف. وجاء قرار الرئيس بمضاعفة المنحة الاستثنائية اللي هيستفيد منها 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه. ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر بدءا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر لتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 ل 11 مليون مستفيد. ولكن السؤال اللي بيتردد للمواطنين من حين للآخر: هل هيتم تطبيق هذه الزيادة في معاش أكتوبر ولا لا؟ وردا على هذا السؤال أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر اللي بيتذاع على MBC مصر، قال: معاش شهر أكتوبر هنصرفه من يوم 1 أكتوبر. مجلس النواب هيبدأ انعقاده في الأول من أكتوبر، لكن هيكون القانون لسه ما صدرش. هينزل المعاش في شهر أكتوبر على الوضع الحالي، وفي شهر نوفمبر هينزل الزيادة بتاعة شهر 10 وشهر 11. وفي أول نوفمبر بأثر رجعي، طبعا مع أول نوفمبر بأثر رجعي هتاخدوا زيادة 10 وهتاخدوا زيادة 11. كل صاحب معاش هيلاقي عنده 600 جنيه زيادة يوم 1 نوفمبر. بيتم صرف معاش شهر أكتوبر من خلال عدة طرق، وهي يا ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك أو فرع ناصر الاجتماع أو مكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول ومنافذ شركات فوري. طبعا انتوا عارفين الطرق دي. يعني ان شاء الله الناس اللي بتسأل كلها معاشكوا هيزيد بإذن الله. هتاخدوا شهر أكتوبر بالفعل، ولكن هتاخدوه في شهر نوفمبر. هتاخدوا زيادة أكتوبر ونوفمبر مع بعض. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت ما تنساش تضغط على اللايك.